يعني كمثال السفريه الثلاث شهور بالظبط. ممكن تكلفك من 6000 ل 8000 دولار. ده لو انت يعني يا دوب ده اكل الحد وشرب ادنى وسكن يعني. حد ادنى. اه. وان انت هتلاقي نفسك بتدور في سايكل ما بتخلصش. انا ذاكرت باثولوجي فنسيت الفارما، ذاكرت الفارما فنسيت الاندوكراين، ذاكرت اندوكراين فنسيت البايوكيمستري. فهتلاقي نفسك ايه بتذاكر سيستم وتنسى اللي قبله. اكيد، لان احنا مشكلتنا ان احنا بنذاكر بالمايند سيت بتاع الكليه. انت المايند سيت بتاعت الكليه دي لازم تلغيها اصلا خالص قبل ما تبدا اليوسمني. انت لو هتخلص كل ريسورس موجود الستيب 1 يبقى انت عمرك ما تخش ستيب 1. هتلاقي نفسك لا ده انا مخي بيفكر سيستماتيك اكتر. ايوه ايوه. بتانلايز الكيسز بسرعه لان انت اتعودت على فكره ان الاسئله بتاعت المعادله طبعا كلها كلها كيسز. متربطه يعني. اه فده بيسهل عليك إن لما تشوف بيشنتس تبدا تفكر سيستماتيكلي صح. واهم حاجه ما تقعش في حته كل الناس بتقع فيها اللي هي اناليسيس باراليسيس، اللي هو تقعد تانلايز كل حاجه بالديتيلز وعايز تعرف السكه من اول ما هتبدا لحد ما مم. هتبقى استشاري او هتبقى بورد سيرتيفيكت. لو عملت كده هتحس ان الموضوع كبير قوي وفي الاغلب مش هتكمل. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه بودكاست جديده هنتكلم بيها ان شاء الله عن اليوزمل، المعادله الامريكيه، وهنتطرق كمان للمسارات الاخرى اللي طلاب الطب بيحبوا يتعرفوا عليها اكثر، خصوصا في مرحله الدراسه كتحديد لهدف ما بعد الدراسه لبدايه التخصص. وهنفوكس اكثر حاجه على المعادله الامريكيه كونها الاشهر والاكثر توجها من الدكاتره في العالم ليها، وهنحاول نغطي كل النقاط المهمة بحيث انك انت تطلع من البودكاست معاك كل المعلومات الأساسية اللي تلزمك في البودكاست ده ان شاء الله. دكتور ابراهيم، مساء الخير. مساء النور، عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل، اخبارك؟ والله بخير الحمد لله. زي ما انت عارف يعني المعادلة الأمريكية مهمة جدا لكل الطلاب، او تقريبا يعني كانترستد لأي حد مهم. يكون عارف عنها. يعني هي مشهورة جدا ومعروفة عالميا والاكثر توجها. هي عامة حلم أي حد إن هو يبدأ الكارير بتاعه بإن هو يروح أمريكا، امريكا لأن أنت بالظبط. هتاخد أفضل يعتبر تدريب طبي إلى جانب الشهادات اللي بتاخدها من هناك بتكون قوية في أي مكان في الدنيا. فأنت حرفيا بتكون معاك اللي هو زي شهادة تخليك معترف بيك في معظم دول العالم. وبتديك بيس قوي وفي السي في بتاعك حتى يعني بعد كده لو حبيت تشتغل في الخليج تشتغل في أي مكان يكون معاك كريدنشالز أو معاك شهادات من أمريكا. ده يعني بيفرق معاك كتير جدا. هو ده السبب اللي خلانا احنا نتكلم بيها النهارده. فانا جايب لك شويه بقى اسئله ايوه. هنبتر النهارده. عادي براحتك يا صاحبي، ان شاء اسال اللي الله. انت عايزه كله. احنا حابين بس ايه نغطي كل النقاط، يعني اساس اللي تمام. هيدخل يسمع يحاول يكون عنده فكره عامه ملمه لكل الموضوع عامه. وانا برضه حابب اللي هو اغطي كل النقط او التفاصيل اللي محدش بيذكرها واللي انا اكتشفتها along the way في الطريق مثلا وانا بحضر المعادله ذات نفسها. كان في حاجات كتير قوي اتمنى ان كان حد يجي يقولها لي قبل ما اقع فيها او الاخطاء مثلا اللي وقعت فيها، او حد يقول لي خلي بالك من كذا، يديني نصيحه معينه، يكشف لي حاجه انا ما كنتش فاهمها مثلا. اه. فكل دي معلومات انا كنت حابب اعرفها، فانا حابب اللي هو اشارك المعلومه دي وافيد اكبر جزء من الناس يعني ان شاء الله يعني يستفادوا من البودكاست ده ويكون يعني زي خير للجميع يعني. يا سيدي ربنا يبارك فيك. حبيبي. طيب كبدايه النقطه مم. الاولى كمقدمه، ايه اليوزمل وليه هي مهمه لاي حد عايز يروح امريكا؟ الاول مش لازم اي حد يروح امريكا يعني في مسارات كتير جدا في الطب بعد ما تتخرج. يمكن ده اللي بيعمل اوفر ويلمنج سنس او بتحس ان انت بعد ما تتخرج كده انت بقيت في الشارع اللي هو من سيستم انت كنت ماشي فيه وعارف انت بكره هتعمل ايه لفجأة انت بقيت كل فرص الحياة اوبن بالنسبة لك وانت المفروض تاخد قرار مصيري اللي هو انا همشي اه. في سكة او احدد جول معين همشي فيه. وهو ده هيبقى مثلا خطتي لمدة 10 سنين او 15 سنة اللي جاية. فده قرار مش سهل هو وكتير. انت بتحس ان القرار ده بيكون ممثل شعور الثانويه، خلصت ثانويه انت عايز تخش كليه. يمكن شعور الثانويه اسهل. اسهل كمان. اسهل بكتير لان شعور الثانويه على حسب مجموعك. وبقيدك يعني. اه ما انت اه. مقيد شويه على حسب المجموع. لو مجموعك حلو خلاص انت معروف الكليات اللي هتخشها. كليات القمه عامه هندسه طب علاج طبيعي اه. اسنان. يعني الدنيا مش صعبه وغالبا في المرحله دي انت بتبقى صغير واهلك اللي بيحددوا لك على حسب اه مجموعك ماشي. انت الرغبات اللي هتكتبها ايه يعني. فما بتبقاش بنفس الحيره، انت خلاص بقيت شخص مسؤول خلصت كليه الطب. بقيت اللي هو قدام قرار مصيري في حياتك انت مش عارف تعمل فيه ايه. مطلوب منك ان انت في ظرف 10 سنين تكون ناجح في مجالك وانت مش عارف تبدا منين. دي اكبر مشكله بتواجهنا ودي اللي انا واقع فيها انا شخصيا دلوقتي يعني بما ان انا خلاص في نهايه امتيازي يعني. طيب هي اليوزمل نفسها ايه؟
اليو اس ام لي اللي هي يونايتد ستيتس ميديكال لايسنس اكزامينيشن، دي هيئه مسؤوله عن ترخيص مزاوله المهنه في امريكا. تديك ترخيص مزاوله المهنه بحيث ان انت يسمح ليك ان انت تكشف على العيانين هناك او تمارس مهنه الطب. ده اختصار اليو اس ام لي. اليو اس ام لي هي في حد ذاتها الرخصه، اما الهيئه المسؤوله عن الفيريفيكيشن وعن التحقق من شخصيتك وعن انك تحجز الامتحان اسمها الاي سي اف ام جي، وده الموقع اللي انت هتحجز من عليه الامتحان اصلا. حلو، احنا كده كده هنيجي للكلام ده كمان شويه. طيب، هل المعادله الامريكيه مطلوبه لاي حد عايز يروح امريكا، ولا ممكن في استثناءات ما مش مضطر تلتزمش انك يعني انت يحضر. تكون مضطر انك تحضر المعادله؟ يعني هو في طرق كتير، في طرق كتير جدا، وده اللي أنا يعني جزء من الحاجات اللي ما كنتش اعرفها قبل ما ابدا طريق المعادله الامريكيه. اللي هو انا كنت فاكر ان بس هو طريق امريكا هو اليو اس ام دي، بس في حاجه اسمها اكاديميك باثوي. انت بتقدم مثلا على ان انت تكون محاضر فارما او اللي هو بروفيسور في الجامعه، بس دي تقريبا بتتطلب جرين كارد. يعني الناس اللي معاها جرين كارد بيكون حاجه زي كده اسهل بكتير. مم. آم، في طرق تانية زي الريسيرش لو انت حابب تكمل في مجال الريسيرش، او المجالات التانية المرتبطة بالطب زي الميديكال ترانسكريبشن. وفي بعض التخصصات طول ما انت مش هتلمس عيان والكارير بتاعك اتاتشد للطب زي الريسيرش وغيره، انت ما انتش محتاج الستبس. انت مم. بتدخل البلد بعقد العمل او بالفيزا اللي هي الجي 1، وبتقدر تكمل بقى في الكارير اللي انت حابه هناك. لكن اليو اس ام دي او اختبار مزاوله المهنه ده اللي عايز يمارس مهنه الطب ذات نفسها، اللي هو اكشف على العيان. تمام، ماشي. وفي استثناءات، بس دي يعني استثناءات قليله جدا، اللي هو حاجه اسمها وورلد نون فيزيشن، اللي هو مثلا طبيب معروف على مستوى العالم، يعني مثلا زي دكتور مجدي يعقوب. هل دكتور اه، مجدي يعقوب مش هيحتاج معادله. بالظبط هل لما يروح امريكا يعمل عمليه محتاج اللي هو اللايسنس؟ لا، هو وورلد نون في مجاله، هو معروف ان هو من اشهر جراحين القلب في العالم. فده ايفن حتى ممكن المستشفى نفسها هي اللي تعمل له يعني هو اللي ريكروتمنت. يطلبوه اصلا يجي عندهم. بالظبط. اه. وانا كان في مثال على كده دكتور ما شاء الله، دكتور سعودي كان في كليفلاند كلينيك. كنت سمعت عنه هناك، انا ما شفتوش الصراحه على الحقيقه، بس هنبقى مثلا نحط رابط الصفحه بتاعته او البروفايل التعريفي بتاعه في كليفلاند كلينيك تحت في الوصف. يعني انا هبعته لك نحطه في الوصف تحت. هو بيقول فيه ان كليفلاند كلينيك اللي تواصلوا معاه عشان يشتغل عندهم، هو كان اصلا بيعمل زي فيلوشيب او كان شغال في كندا اصلا يعني. طب احنا قبل ما نتوسع في اليوزمل، ممكن تدينا كهنت عن ايه مسارات تانية ممكن واحد ياخدها غير اليوزمل اصلا؟ في مسارات كتيره جدا. هي الفكره ان الانسان يحدد هدفه عامه. انت عايز تروح فين؟ انت عايز تفضل في مصر؟ عايز تسافر؟ اولويه السفر بالنسبه لك لانهي مكان؟ هل مثلا الخليج او انت حابب تسافر حاجه ويسترن، يعني زي مثلا بريطانيا او امريكا؟ في ناس بتحب تسافر المانيا. ففي اوبشنز كتير جدا. وفي برضه من الاوبشنز المتاحه دلوقتي استراليا، يعني ليها سكه برضه بس انا ما اعرفش عنها كتير. بالنسبه لمصر هنا يعني في حد ذاتها اصلا في كذا اوبشن بعد ما اه. تتخرج، اللي هو الزماله المصريه والماستر، طبعا غير تعيين الجامعه ان انت تبقى دكتور في الجامعه. لو انت مش من اوائل الدفعه، في زي ما قلت كده الزماله المصريه، وفي اللي هو الماستر العادي. في كمان كندا، وفي اعتقد اه يعني في مشهوره برضو في في برضه الموضوع ده. المعادله الكنديه، بس على حسب ما سمعت، وطبعا انا مش متاكد من الكلام ده، يعني مجرد يعني سمعت معلومه، المعلومه ماشي. ان كندا يمكن ارخمهم في الحاجات دي يعني. ماشي. يعني حتى هم بيقولوا دلوقتي افضل المسارات هي استراليا. ليه مش عارف الحقيقه، بس هم قال لك السالاريز فيها كويسه، وال ان انت تخش السيستم سهل شويه يمكن عن امريكا كمان، مم. لان امريكا كومبيتيتيف جدا. طب بالنسبه للخليج، في برضو حاجه؟ بالنسبة للخليج هو على حسب انت هتطلع ايه، يعني هتطلع جي بي، ولا معاك تخصص فهتطلع اخصائي، ولا هتطلع استشاري. بتختلف من يعني بالنسبة لحد مش سعودي، بتبقى مثلا لو هيسافر السعودية بيحتاج يمتحن البرومتريك، اللي هي زي برضو نفس الفكرة اللي هي بيسموها الاس ام ال اي، مم. اللي هي سعوديه ميديكال لايسنس اكزامينيشن. انت برضو مضطر حتى لو انت داخل السعوديه لازم تاخد ترخيص مزاوله المهنه، يعني لو انت طالب سعودي تاخد نفس الامتحان ونفس الترخيص. فانت برضو لو عايز تروح السعوديه تاخد ترخيص مزاوله المهنه السعودي، وبتعادل الشهاده بتاعتك مم. وبتقدر تروح تسافر الخليج يعني. بالنسبه وده موجود في اي حته. حتى احنا عندنا في مصر دلوقتي في رخصه مزاوله المهنه اللي هي الايميلي. هي مش كانت اليوزمل
بتلغي بعض، يعني لو انت تروح على دول، في دول معينه لو رحت عليها معاك اليوزمل بتلغي ان هم يعملوا لك امتحان مزاوله مهنه، يعني في الخليج مثلا مش. هو في دول معترفه باليو اس ميل. لو انت كتبت كده على جوجل الدول اللي بتريكوجنايز اليو اس ميل سيرتيفيكيشن او الاي سي اف ام جي سيرتيفيكيشن، هتلاقي دول الخليج معظمها بتقبل اليو اس ميل. بس هل انت لو خدت الشهاده بتاعت مزاوله المهنه الامريكيه اللي هي الاي سي اف ام جي تغنيك بشكل تام عن البرومتريك السعودي؟ ما عنديش معلومه عن دي قوي، بس المفروض هل في احصائيات بالنسبه كمعدل نجاح الاطباء الاجانب مقارنه بالامريكان؟ في statistics بتبقى موجوده كل سنه بتطلع مع الماتش سيزون، بتبين لك قد ايه من الاي ام جيز اللي هم الانترناشونال ميديكال جرادويتس اللي هم جايين من بره امريكا، يعني نسبه الماتش بتاعتهم كام، عدد اللي قدموا قد ايه، البوزيشنز اللي حصلوا عليها في كل تخصص، زي البيدياتريك والانترنال ميديسن والحاجات دي كلها. وبرضه في statistics تانية بتطلع للنون اي ام جيز اللي هم الامريكان يعني، والتخصصات برضه اللي خدوها ونسبه قبولهم فيها. فمع كل ماتش سيزون بيطلع لك statistics بتتعمل من هيئات متخصصه، بيبقى في مواقع بتنشرها، يعني لو دورت عليها هتلاقيها، وهتلاقي فيها كل البيانات التحليليه والاستاتستكس بتاعت الماتش سيزون كله يعني. هو احنا ممكن نستفيد من معلومه زي كده؟ يعني هل ده اكيد. يفرق من سنه لسنه او اكيد من طبعا بتفرق من سنه لسنه، وبتفرق التارجت بتاعك، التخصصات التخصص اللي انت عامل له تارجت او اللي انت عايز تاخده، هل هو مثلا اي ام جي فريندلي ولا لا. يعني في تخصصات بنسميها اي ام جي فريندلي، اللي هو سهل حد من بره امريكا ياخدها، زي مثلا الانترنال ميديسن، السايكايتري، الفاميلي ميديسن، البيدياتريكس، لانها تخصصات مش كومبيتيتيف بالنسبه للامريكان، مش بيحبوا ياخدوها، فتبقى سهل ان انت تخش وتاخدها. لكن تخصصات الكومبيتيتيف زي اي حاجه سيرجيكال عامه، جراحه؟ هم هي طبعا السالاريز بتاعتها بتبقى اعلى بكتير، فهم بيحبوا ياخدوها، فانت بتخش بقى في منافسه مع الامريكان وهم ليهم الاولويه طبعا. وبعد كده البوزيشنز اللي بتبقى ما حصلهاش فولفيلمنت بيبدا يتنافس عليها بقى ايه، الاجانب، المقاعد اللي بتفضل يعني. طيب هننتقل للنقطه الثانيه، بالنسبه لمراحل المعادله نفسها. المعادله بتكون من كم مرحله وايه الفرق ما بينهم؟ الامتحانات بتاعت رخصه مزاوله المهنه عباره عن 3 مراحل: ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3. ستيب 1 بتبقى بيزك ساينس، اللي هو المواد الاساسيه زي المايكرو والفارما والباثولوجي وبعض فسيولوجي. السيستمز والفسيولوجي، وبعض السيستمز زي كل السيستمز بقى اللي هي الكارديو، بس بتبقى التركيز فيها على البيزك ساينس. يعني دايما هتلاقي البايوكيمستري مثلا من اهم المواد في ستيب 1، والاسئله كلها بيبقى فيها شويه كلينيكال اتاتشمنت، يعني تلاقي فيها شويه اسئله بطنه، اه. بس هي مش جايد لاينز، مش زي مثلا ستيب 2. بقى ستيب 2 بتبدا تخش في سيرجري واوبستاتريك اند جاينيكولوجي، واللي هي ايه، التخصصات بتاعت الكلينيكال. وبالنسبه للثالثه؟ بالنسبه لستيب 3 فهي برضو نفس التخصصات الكلينيكال، بس طريقه الامتحان بتختلف شويه. يعني ستيب 3 بتبقى اطول، على يومين، على عكس ستيب 1. ستيب 1 8 ساعات تقريبا، ستيب 2 9 ساعات، كل واحده فيهم يبقى معاك ساعه بريك. اما ستيب 3 فبتبقى على يومين، تمتحن 8 ساعات او 9 ساعات على يومين. ماشي تمام، احنا جايين لتفاصيل الامتحان. مم. بالنسبه للتقديم، هل بيكون لازم بترتيب معين، ستيب 1 ثم 2 ثم 3، ولا مش شرط الترتيب؟ لا مش شرط الترتيب، وفي ناس كتير كانت بتبدا بستيب 2 زمان لما كان سكور ستيب 1 هو الاهم، لكن دلوقتي بقى غير منطقي ان انت تبدا بستيب 2، لان سكور ستيب 2 هو الاهم دلوقتي، لان ستيب 1 بقت باصوا فيه، مم. فبقى اسهل ان انت تاخد الستيب ان انت تخش ستيب 1. زمان كان الاصعب هو ستيب 1 لانها بيزك تمام. ساينس وارخم شويه، ففي ناس فعلا كانت بتاخد ستيب 2 الاول وبعدين تاخد ستيب 1. طب دلوقتي الترتيب، يعني لو انا خدت فين، انا بسمع الناس بتاخد ستيب 2، هل ده في فايده معينه ليهم انهم بياخدوا ستيب معينه، ما احنا قلنا بقى ده. بعيدا عن امريكا اه كباث واي؟ هو هل ده هو لسبب كان معين يعني؟ كان بياخد الستيب 2 الاول عشان انت اوريدي مثلا في الكلينيكال ييرز بتاعتك في الكليه، فانت فانت اخدت عندك معلومه، الكلينيكالز. اه. عندك معلومات ولسه فاكر الكلينيكال ساينس، فتقدر تخش على طول تمتحن بشكل اسهل. مم. بس زي ما بقول لك كده، سكور ستيب 2 بقى هو الاهم، فبقى خطوه ان انت تمتحن او تبدا تجربتك مع المعادله كلها بستيب 2 يعني اصعب شويه. تمام. هل تقديم الستيب لازم يكون في امريكا ولا من برا عادي؟ ستيب 1 وستيب 2 انت بتمتحنهم دلوقتي كامله يعني جوه البلد اللي انت فيها عادي، في الاكزامينيشن سنترز اللي بتحددها الاي سي اف ام جي، اللي هم البرومتريك سنترز يعني. بتمتحن فيها عادي جدا
كانت ستيب 2 زمان فيها جزئين، جزء سي كي وسي اس، والسي اس ده اتلغى. السي اس ده كان لازم تمتحنه في امريكا لانه كان امتحان عملي، يعني لسه كنت هسألك عليه. فالحمد لله ان هو ماشي. اتلغى. انما ستيب 3 هي الستيب الوحيده حاليا اللي هي لازم تمتحنها في امريكا، لان المفروض اصلا ستيب 3 بتتاخد اثناء الريزيدنسي، يعني وانت هو نايم. السؤال بعده اصلا ان هل ستيب 3 ضروري في التقديم قبل التقديم للاقامه الطبيه، ولا ممكن يتاجل عادي؟ لا، هي اصلا المفروض انت بتاخدها وانت ريزيدنت، بس في ناس بتحب تاخدها قبل الريزيدنسي بحيث اللي هو يطمن البروجرام ان هو مش هيعملوا مشكله بعد كده، لان او مش هيطلب وقت اجازه او وقت يمتحن فيه. ان هو عايز يحضر ستيب 3 بقى ومش عارف بالظبط، ايه. فهم بيحبوا دي اللي هو انت مخلص كل الستبس قبل ما تدخل لهم، فانت يو ويل جيف 100% زي ما بيقولوا للبروجرام، انت هتدي له كل وقتك، مش هتطلب اجازات بقى وانا عندي هم امتحان عارفين وكده طبعا يعني. الحوارات دي كلها، وان ممكن. بالظبط، هم اللي حاطين السيستم اه اصلا. بالظبط. بالظبط. ماشي. النقطه الثالثه، تحضير المعادله. ازاي يبدا الدكتور او اي حد عايز يبدا يحضر المعادله يحضر لها كنقطه بدايه؟ هي نقطه بدايه ان انت تبدا تسمع عن الباث واي نفسه، تفهم الدنيا، واهم حاجه ما تقعش في حته كل الناس بتقع فيها، اللي هي اناليسيس باراليسيس، اللي هو تقعد تانلايز كل حاجه بالديتيلز، وعايز تعرف السكه من اول ما هتبدا لحد ما مم. هتبقى استشاري او هتبقى بورد سيرتيفيكت. لو عملت كده هتحس ان الموضوع كبير قوي وفي الاغلب مش هتكمل. يعني خدها ستيب باي ستيب، بص تحت رجلك في الموضوع ده بالذات. امتحن مثلا ستيب 1 الاول، خلي الجول بتاعك يعني حاجه بحاجه، عشان ما تحسش الموضوع كبير قوي وما تكملش يعني فيه احنا يعني. بنقدر نقول مثلا في الاول حدد انك انت عايز تاخد المسار ده اساسا، بالظبط. وبعد كده ركز بس مثلا على اللي انت فيه. يعني انا خلاص انا قررت ان انا همشي في سكه المعادله الامريكيه وهبدا احضر ستيب 1. انا اركز في ستيب 1، ما اشغلش بالي فيما بعد كده ستيب 2 بقى او ما بعد في الالكتيف، التخصص، الريزيدنسي الى اخره يعني. انت تبقى عارف اوت لاينز كبيره كده، لو اللي انا هو عارف. الخطوط العريضه بتاعت بالظبط. طريقك المستقبلي عامه، اما اه انت مش هتقدر تعرف تفاصيل. لكن التفاصيل متغيره، التفاصيل متغيره، واهميه الحاجات بتتغير على حسب المرحله اللي انت فيها، يعني فاهمني. انت بعد ما تنتهي ستيب 2 هتكتشف ان الماتش مش حاجه سوليد، مش زي تنسيق الثانويه العامه مثلا. لا، هو في متغيرات كتير. السي في بتاعك عامل ازاي، طول السي في، عملت ريسيرش ولا لا، عملت يو اس كلينيكال اكسبيرينس قد ايه، الليترز اوف ريكومنديشنز اللي معاك مين وعامله ازاي ومكتوب عنك فيها ايه. ففي متغيرات كتير قوي، مش بس كل الحاجه، يعني مش كل حاجه سكور وامتحانات وتنسيق عادي زي تنسيق الثانويه العامه. هي الفكره برضو ان في الاول وفي الاخر الواحد ما يشيلش باله قوي. يعني هو خطوه زي دي انت يعني كبدايه كده انك انت المفترض تاخد بالاسباب وتتوكل على الله. بالظبط، النتيجه يعني مش تاخد بتاعتك بقى. بالظبط النتيجه مش بتاعتك، فانت تاخد بالاسباب اللي انت تكون عشان توصل لقرار، وتتوكل على ربنا اللي هو يعني هو يدبر الامر في الاول وفي الاخر. بالظبط. وعلى وعالم الغيب فكره يعني. معظم الناس اللي هتكلمها، اللي عملت ماتش وكده، هيقول لك ربنا ييسر لي في كذا، او او سيبها حد لله. اه. ساعدني في كذا، او هيقول لك ابدا وربنا هييسر لك وهيفتح لك الطريق بعد كده. يعني كمثال، في ناس يعني عملت ماتش بعد 5 او 6 سنين محاولات ان هو يماتش. في ناس سافرت الخليج الاول عشان مثلا تعمل فلوس عشان تقدر تعمل ماتش. يعني في كل واحد له طريقه، انت لو مكتوب لك ان انت هتعمل ماتش هتعمل ماتش. بس هي الفكره انت بتاخد بالاسباب، وفي خد نفس الوقت بالاسباب معلومات وتوكل على الله. المعادله معلومات طبيه كويسه هتقوي من معلوماتك انت الشخصيه ومن البراكتس بتاعك، فهتنفعك ايا يكن يعني. فانا اصلا كنت بادئ المعادله بالشكل ده. حتى لو ما رحتش امريكا فهي كبيزك ليك قوي في اي مكان تروح ليه اصلا. في السي في يعني. كبيزك نوليدج هتفيدك انت شخصيا، كبيزك مش لازم في السي نولج، في. كمعرفه ليك. انك بالظبط، انت تكون فاهم الطب كمعرفه لان ليك لما هي. تيجي تمارس مهنه الطب نفسها. بالظبط. هتلاقي نفسك، لا ده انا مخي بيفكر سيستماتيك اكتر، ايوه ايوه. بتانلايز الكيسز بسرعه، لان انت اتعودت على فكره ان الاسئله بتاعت المعادله طبعا كلها كلها كيسز. متربطه يعني. اه، فده بيسهل عليك لما تشوف بيشنتس تبدا تفكر سيستماتيكلي صح. طيب بالنسبه للخطوات، يعني انا واحد هبدا مثلا في ستيب 1، فاعمل ايه؟ يعني اذاكر منين؟ الكتب إيه ابدا في شابتر معين؟ هل في مسار معين كبدايه الدراسه نفسها؟ بدايه انت ستيب 1، حاول تمينيمايز السورسز اللي انت هتذاكر منها، ما توسعش الدنيا على نفسك عشان في ريسورسز كتير قوي. يعني انت لو هتخلص كل ريسورس موجود الستيب 1، يبقى انت عمرك ما هتخش ستيب 1. هي الفكره ان انت هتحدد مستواك اولا، مستوى البيزك ساينس عامل ازاي. لو مستوى البيزك ساينس عندك مش حلو، وهيبقى صعب ان انت تخش تسمع فيديوز بالانجلش على طول زي بورد اند بياند، خد الاول كورس. يعني نصيحتي انا الشخصيه، خد الاول كورس، قوي البيزك نولج بتاعتك، تمام، وهتبدا بقى تفل الجابس بتاع النولج اللي عندك
بان انت تسمع بقى كومبلمنتري سورسز. يعني مثلا انا عندي حته معينه في الرينال مش كويس فيها، بعد ما سمعت الكورس وبعد ما خلصت المنهج كله مثلا، وانا عارف الحته دي بيجي لي فيها سؤال ما بعرفش احله، تبدا تسمع مثلا بورد النبيان، تسمع فيديوز على اليوتيوب بتبسط الموضوع ده بحيث ان هو يكون الكونسيبت اتحفر في دماغك اكتر، وتعرف تحل السؤال ده في الامتحان. يعني انا مثلا كان عندي في ستيب 1 زي جاب نولج في حته الرينال في حته الرينال والبايوكيمستري مثلا والاستاتستكس. ففي قنوات مثلا حلوه جدا على اليوتيوب بتبدا تشرح وتبسط الكونسبتس بتاعت المواد دي، بحيث انها تخلي اسهل بالنسبه لك انك تتعلم تحل. معاك وخلاص اه يعني، بالظبط. تسهل عليك الخطوه. فانت مش من فاهم الاول قصدي. بتخش ريسورس واحد هو بيبقى كافي ووافي للمعادله، مم. ما اظنش. انت دايما هيبقى عندك نوليدج جابس او حتت انت عارف ان انت ضعيف فيها، دي الحتت اللي انت تبدا تشتغل عليها بعد ما تخلص مثلا الكورس لو انت بتاخد كورس. لو انت بقى البيزك نوليدج بتاعتك كويسه وحاسس ان انت ممكن تدخل تسمع ريسورسز اجنبيه على طول. انا ليا زمايلي كتير دخل سمع مثلا حتى مش كل فيديوهات بورد اند بياند وبدا يخش في اليورد على طول ويحل، ولقى الدنيا ماشيه معاه. ومع اليورد ومع الحل انت بتبدا تبني النولج بتاعتك او المعلومات اللي عندك. او حتى بتكون بعدها عارف تتعامل ازاي اصلا مع يعني انت اول ما تبدا بقى انت هتكون تايه، بس لما بالظبط. بقى تخش في المذاكره طريقه وكده المذاكره ذات هتلاقي نفسها انك انت بتختلف. هتلاقي انك انت مثلا لقيت حاجه تناسبك انت شخصيا، او الكورس معين انت استريحت معاه وهكذا. اكيد، لان احنا مشكلتنا ان احنا بنذاكر بالمايند سيت بتاع الكليه. انت المايند سيت بتاعت الكليه دي لازم تلغيها اصلا خالص قبل ما تبدا اليوسملي. هي هتضرب يعني مش هتعرف مش هت... تذاكر بيها اه اليوسملي. بالظبط. جو ان انا احفظ كل كلمه، مش هتعرف تحفظ كل كلمه. الفيرست ايد اللي هو اللي انت هتذاكر منه او اللي هو المصدر الاساسي بتاع المعادله، هو يعني هو مصدر كوندنسد قوي، يعني مضغوط. مش هتلاقي فيه شرح زي الكتب اللي عندنا في الكليه فيها مضغوط شرح. ومنتقى برضه، اللي هو اه بالظبط، هو يعني جايب لك بالظبط جمل معينه انت عشان تفهمها اصلا لازم عايز شرح عايز شرح. اللي هي الحاجات اللي بالظبط. اتشالت من خلف اه الكواليس. تمام. فهو حلو قوي كريفيو سورس كمان. يعني انت لما تيجي تراجع منه ايام الامتحان هتعرف فايده فعلا الكوندنسيشن اللي هم عاملينها للمعلومات. ماشي، كم الوقت المطلوب لكل ستيب في رينج الطبيعي لو؟ هو في الرينج الطبيعي لو انت البيزك نولج بتاعتك كويسه زي ما قلنا، ان الموضوع ما ياخدش منك اكتر مثلا في ستيب 1 من سنه. يعني سنه حلو. في ناس بتاخدها في 7 شهور. هي طبعا تختلف من شخص لشخص على حسب قدرتك انت الشخصيه مم. هتذاكر قد ايه. في حاجه اسمها ديديكيتد بيريود او الفتره اللي انت هتلغي فيها كل حاجه في حياتك ما عدا ستيب 1. حياتك كلها تبقى متمحوره حوالين الامتحان، والفتره دي يفضل تكون اقل حاجه من 3 ل 5 شهور قبل الامتحان. انت شغلك الشاغل في الدنيا كلها الستيب المعادله. المعادلة. تصحى من النوم عشان تحل اسئله، وبتنام عشان تاني يوم تذاكر. هو برضه الوقت بيفرق من حد مخلص مثلا كلية ومتفرغ تماما، وحد لسه في كلية. يعني هو لو عامه حد. انك توازن دي صعبه، فانت هتيجي على حاجه عشان حاجه مم. في الاغلب. يعني انا مثلا ماشي. جيت على الكليه شويه في سنه 6 عشان اقدر اخش ستيب 1. تمام. فده طبيعي ان انت تحس ان انت بتيجي على حاجه قصاد حاجه. طبعا لو انت خلصت او لو انت في سنه الامتياز هتيجي برضو على نزولك وعلى تعليمك، وعلى ان انت مثلا مش هتعرف تنزل تتعلم اكتر في المستشفى. يعني هتيجي على حاجه عشان حاجه، هي بالظبط. الدنيا كده عامه تمام بشكل عام. ماشي. ان انت تاخد كل حاجه دي مش موجوده. تمام. ايه التحديات اللي ممكن تواجه اي حد عايز يحضر المعادلة، وازاي يجتازها يعني بشكل التحديات عام؟ كتير قوي. اه. اول حاجه ان انت هتمر بفترات ان انت بتبدا وتبطل عشان عندك امتحانات في الكليه او عندك كويزات او عندك ميد ترم، عندك اي سبب فبتنسى. فاول تحدي هو فكره النسيان، وان انت هتلاقي نفسك بتدور في سايكل ما بتخلصش. انا ذاكرت باثولوجي فنسيت الفارما، ذاكرت الفارما فنسيت الاندوكراين، ذاكرت اندوكراين فنسيت البايوكيمستري. فهتلاقي نفسك ايه بتذاكر سيستم وتنسى اللي قبله. فهي الفكره كل ما ضيقت حلقه النسيان لقيت نفسك جاهز اكتر تخش الامتحان. والفكره ان انت بتعتمد يو ويل تراست ذا بروسيس. انت بتعتمد او بتراست البروسيس اللي الناس كلها بتتخذها، اللي هو ايه، انا احل يورد كامل، احل الام بي ميز، اشوف درجاتي عامله ازاي. لان انت انا اؤكد لك 100% هتيجي قبل امتحانك بيوم وتفتح الفيرست ايد، وهيبقى في حتت في الفيرست ايد انت بتشوفها لاول مره ولا كانك شفتها قبل كده. وده حصل معايا حد يوم من الامتحان. ده طبيعي يحصل عادي. ده طبيعي اه. 100% لازم هيحصل. انت عمرك ما هتلم الفيرست ايد كله كاملا مكملا بالمعلومات اللي فيه لانها كتير جدا جدا جدا. فانت الفكره ان انت بتراست البروسيس. بتراست البروسيس. ايه هي البروسيس بقى؟ انت دلوقتي بنيت نولج الفتره اللي انت بتسمع فيها،
وبعد كده عملت لها ابلكيشن او استخدمتها في ان انت تحل اسئله اليو وورلد، ومعاها مثلا فلاش كاردز عشان ايه تفضل تعمل ريفرشمنت للمعلومات، بتقوي اللي هي العضله بتاع حل الاسئله والكيسز عندك كمان. وبعد كده بيجي الخطوه اللي بعدها ان انت تشتغل على سرعه حلك، وبعد كده تبدا تعمل ام بي ام اي. الام بي ام اي ده بتجيب فيه سكور. السكور ده بيقرب لك انت هتخش الامتحان هتجيب ايه. يعني دايما بيقول لك سكور الام بي ام اي، سكورك في الامتحان ده الاصلي مؤشر يعني. مؤشر، لان سكورك في الامتحان الاصلي بيزيد او بيقل حاجه، يعني حاجه بسيطه قوي عن الام بي ام اي. ففي ستيب 1 احنا بنتكلم بالنسبه لستيب 1 بما انها باص وفيل، لو انت بتباص مرتاح في الام بي ام اي، يعني مثلا الباص سكور تقريبا من 62%، تمام. لو هتحسبها بالديجيت سكور انت محتاج تعدي ال 190 او ال 200، تمام، بالديجيت سكور اللي هو 3 ديجيت سكور. وده موقع اسئله؟ لا، الام بي ام اي هو زي امتحان مصغر، هو بيبقى 4 بلوكات، بس البلوك فيه بيبقى كبير شويه، بيبقى 50 سؤال، يعني مثلا ممكن ياخد منك 4 5 ساعات حل. طبعا انت بتحله تايم كانك في امتحان بالظبط، وتحله كله على بعضه، وبعدين تبدا تصححه لنفسك لو هتحله اوف لاين، او بيطلع لك النتيجه ويتصحح على طول لو انت اشتريت الام بي ام اي. هي زي موقع زي الوورد كده، هو يعني تخش لو تحل. حد عايز يوصل له ازاي، او نسيب له لينك مثلا في الديسكربشن او اللينك حاجه؟ بتاع الام بي ام اي ممكن نحط لينك الموقع بتاع الام بي ام اي. تمام. هم عامه 30 فورم او 31 فورم على ايامنا، طبعا كل شويه بينزل فورمز جديده. السكور اللي هتجيبه فيه بيبقى قريب جدا من السكور اللي انت هتجيبه في الامتحان، فلو انت ناجح فيه بمقدار كويس، يعني انت بتجيب 230 240، فانت كده في السيف زون، خش ستيب 1 ما تقلقش. هي من كام؟ هو كلها ما فيش من درجه لفوق، يعني انت اعلى سكور هتسمعه في حياتك مثلا 272، بس ما حدش يعرف السكور الكامل من كام. اصلا يعني؟ لا، ما فيش حاجه اسمها كده. ماشي. ايه الاخطاء الشائعه اللي بيوقع فيها كتير من الناس في التحضير اليوزر؟ ان هو بيستخدم سورسز كتير ويتوه ما بينهم. بيستخدم سورسز كتير بتخليه يحس ان هو دايما مش مش جاهز. بيجمع حاجه. بالظبط، هتشتت نفسك كتير جدا. شوف الناس اللي قبلك بتقول ايه، وبرضه شوف انت تحصيلك المعلومات بيمشي ازاي. في ناس بتحب الفلاش كاردز جدا، في ناس ما بتحبهاش خالص، ما بتستخدمهاش. اللي هي ايه الفلاش كارد؟ الفلاش كاردز اللي هو مثلا انت بتعمل سؤال وبيطلع لك جواب ليه كل يوم، يعني بتعدي عليه كل يوم. فلاش كاردز دي اللي هو بتحفظك الحاجه. انا كنت بستخدمها مم. مثلا في المايكرو والفارما، وكانت فلاش كاردز معتمده على سكتشي. سكتشي هو عباره عن زي فيديوز كده تبسيطيه، بتعمل لك حاجه زي الماين بالاس. الماين مم. بالاس اللي هو الناس اللي بتدخل مسابقات ذاكره وكده بيبقوا يعني بيعلم كل حاجه بصوره، لان مخ الانسان بيحفظ الصور بسرعه. فلما بتيجي تحفظ الصور بسرعه ده هيسهلك استرجاع المعلومه يعني ذات هو نفسها. بيعتمد على الذاكره البصريه. بالظبط، فهو بيكلمك مثلا عن البكتيريا في المايكرو، ويشبه لك كل حاجه بصوره معينه في رسمه. ففي الاخر انت معاك سكتش او رسمه كامله فيها كل حاجه انت محتاج تعرفها عن الدواء ده او البكتيريا دي او كده يعني. فلما بتيجي تسال عنها في الامتحان بتحس كأن الصوره نزلت قدام عينك. ده يحصل ازاي بقى؟ بان انت تسمع الفيديو وتفهمه وتفهم الشرح بتاعه وتذاكره، وبعد كده فلاش كاردز بقى. فلاش كاردز دي اكتر تذكرك بيها يعني. كل شويه، ده تفتكرها، ده تحسها اتحفرت تكنيكس. في دماغك. ده تكنيكس ممكن الواحد يستخدمه في اكتر حاجه هو واقع فيها. يعني انا. وفي المواد اللي محتاجه حفظ كتير زي المايكرو والفارما، في ديتيلز اصلا هي حفظ اه. بحت. فانت عايز تحفظ، فهتحفظ ازاي؟ بالتكرار. في حاجه اسمها الفورجيتنج كيرف. انت لو ما زرت يعني الانسان بينسى. ففي انت ربط كل شويه الفورجيتنج كيرف اللي هو ايه، بتقطع الفورجيتنج كيرف. فانت بدل ما هتنسى المعلومه دي بعد 3 ايام، انت شفت المعلومه دي تاني يوم، وبعد كده شفتها بعدها ب3 ايام، بعد كده شفتها بعدها ب6 ايام. مم. فهو الالجوريزم بتاع البرنامج بتاع الانكي مثلا او الفلاش كاردز بيعتمد ان هو يظهر لك الكارد دي مره كل فتره، بحيث ان انت كل ما تقرب تفضل تنساها مربط يعني ما. تطلع لك تاني. فانا كنت بحل يوميا مثلا من 100 ل 200 فلاش كارد. بالنسبه للفلاش كارد اللي انت بالك شويه بتتكلم عليها دي، تمام. طيب جاب منين يعني؟ ده تطبيق ده ولا ايه بالظبط؟ هو عامه في تطبيق اسمه انكي. تمام، انا كنت عملت فيديو اصلا تفصيلي كامل على القناه عندي، بشرح فيه ازاي اصلا تحمل التطبيق ده، وازاي تحمل الفلاش كاردز وتستخدمهم عامه. فانصحك تشوف الفيديو، لانه الفيديو ستيب باي ستيب، اللي هو انا جايب السكرين ريكورد، انا مصور كل حاجه، هتمشي على الخطوات اللي انا قلت عليها وهتحمل الفلاش كاردز من على النت. فكره الفلاش كاردز زي ما قلت لك انها بتخليك ما تنساش المعلومه اللي انت ذاكرتها. انت ممكن تعمل انت فلاش كاردز بنفسك في بعض الاحيان. يعني كمثال مثلا، انا في ادويه بس بتعامل معاها في امتياز هنا، انا عايز احفظ اسامي الادويه اللي هي الكوميرشال، اللي هي اسامي الشركات بتاعت الادويه، يعني مثلا احنا عارفين اسماء الماده العلميه بتاع الدواء بس مش عارفين الاسم التجاري الاسم بتاع التجاري الدواء. المشهور بيه. بالظبط، فانا كنت بعمل ايه بقى؟ بحطهم فلاش كاردز، بعمل انا الفلاش كاردز دي.
تمام. في فلاش كاردز اوريدي ناس عاملينها وموفر عليك وقت على النت. يعني مثلا انت سمعت سكتشي فارما، تمام، وعايز تحفظ الفارما، فتخش تكتب على جوجل سكتشي فارم فلاش كاردز او سكتشي فارما انكي، هيطلع لك مثلا كذا حد عاملين فلاش كاردز. شوف انهي احسن واحده وحملها، هتشتغل عندك. بس اهم حاجه تتفرج على الفيديو اللي هو اللي انا بقول عليه ده، هتفهم اكتر ازاي الفلاش كاردز عامه اللي حابب بتستخدم. يفهم اكتر يرجع للفيديو لان ده. كمان الاب نفسه اللي هو الانكي فيه سيتنجز انت بتظبطها. يعني الكارد تطلع لك قد ايه لو انت جاوبتها صح، بعد قد ايه، وتطلع لك بعد كام يوم لو انت جاوبتها غلط. لو الكارد دي صعب عليك تطلع لك مثلا مره كل يوم، مره كل يومين. يعني فاهم، هو بيبدا الالجوريثم بتاع الابلكيشن نفسه يتنبأ او يعرف انت حافظ المعلومه دي ولا لا، على حسب ما هو اي سؤال بيطلع لك بيديك يعني هو سيستم من الاخر. بيديك 4 اوبشنز. هل السؤال ده كان هارد ولا ايزي ولا مودريت مثلا، ولا اللي هو ما تظهروليش تاني لمده شهرين، اللي هو فيري ايزي مثلا. هي حاجات بسيطه بس بتفرق الحاجات دي بالظبط، يعني في فبتخلي المذاكره. مذاكرتك ايوه سيستمايزد شويه. بالظبط. يعني ماشي. حضرتك يا دكتور انت بتقول ان برنامج انكي ده عباره عن اني انا بجيب ملف من بره بدخله على انكي وبظبط انكي على اساس ان انكي ظبط لي الدنيا. كل فتره مثلا يظهر لي حاجه اللي عايز اشوفها مثلا واحفظها وهكذا صح؟ بالظبط. هو بيسيستم فكره الحفظ بالنسبه لك، خصوصا في ماده رخمه زي الفارما او المايك. طبعا دلوقتي الفلاش كارد نفسها، ندخل جوه الفلاش كارد نفسها. مم. هي الفلاش كارد دي عباره عن ايه؟ يعني هو يقول سؤال وانا بجاوب وبعدين هو بيظهر لي الاجابه بتاعته. بالظبط زي ما انت قلت كده. الفلاش كارد بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا سؤال، انت المعلومه اللي انت حفظتها مثلا ان البكتيريا الفلانيه جرام بوزيتيف، تمام. تمام. فانت بيجي لك سؤال بكتيريا كذا كذا عباره عن ايه ونقط، فانت تفتكر انها جرام بوزيتيف مثلا من الصوره بتاعت سكتش، فانت في دماغك انت بتجاوب السؤال وبعد كده بتظهر الاجابه وتشوف انت جاوبته بسرعه ولا الموضوع كان بالنسبه لك صعب. لو الموضوع بالنسبه لك صعب بتقول انه صعب، فالالجوريزم يظهر لك الفلاش كارد دي تاني بكره، فيعيد لك على المعلومه تاني فتحفظها اكتر. المعلومه دي كانت بالنسبه لك سهله، هتضغط ايزي، تمام، هتظهر لك بعدها باسبوع على اساس بس ما تنساهاش. عملت انت الفلاش كارد مثلا او المعلومه دي كانت سهله قوي، عملها لك مرتين، ظهرها لك مرتين، وانت عملت مثلا انها ايزي جدا، خلاص هيبدا بقى يظهر لك مره كل شهر، مره كل شهرين. فانت خلاص مش بترميها هيشغل يعني بالك بالمعلومات اللي بالنسبه لك سهله، هيبدا يركز لك على الحاجات اللي انت ايه بتقع فيها. اللي بتقع فيها لسه. تمام. بالظبط. هل في استراتيجيات معينه للمذاكره انها تساعدك انك يعني كسرعه تحضير؟ زي ما قلنا سرعه التحضير بتختلف من من شخص حد لحد. لشخص على حسب مدى استيعابك، هتقدر تسمع كم محاضره في اليوم، تمام. تعرف انا تذاكر كم ساعه في اليوم؟ بالظبط. والمذاكره عباره عن عضله. يعني انت مش هتخش من اول يوم تتوقع ان انت هتذاكر 10 ساعات، ده كلام مش منطقي. يعني انا حتى لما كنت بفصل عن مذاكره المعادله كنت برجع تاني اخد مثلا يومين ثلاثه على ما ارجع للفورمه بتاع المذاكره. المذاكره كده زي فورمه الجيم بالظبط، انت على ما تشيل نفس الوزن اللي كنت بتشيله قبل ما تبطل تاخد شويه وقت. يعني دي حاجه نسبيه. فدي حاجه نسبيه. بالنسبه بس ازاي تسرع تحضيرك، اول حاجه خليك دايما في الكورسات يعني ما تسمعش مثلا حصه واحده في اليوم، اسمع حصتين ثلاثه على قد ما تقدر. شوف انت اخرك فين وابدا زود، تمام، تبدا تزود. بالتدريج يعني. بالظبط، ماشي. يعني زود الريتم بتاعك لحد ما توصل لريتم معين، لان انت مضطر تزود عشان تضيق السايكل بتاع الفورجيتنج، انك تنسى. زي ما احنا قلنا اللي هو ايه، انت كل ما ضيقت السايكل اللي انت بتلف فيها انك بتذاكر وتنسى، تذاكر وتنسى، ايوه. تذاكر وتنسى، هتخش الامتحان اسرع. فانت كل ما هي الفكره كلها ان يعني انت انت في بتقوي الاخر العضله يعني انت ما بالنسبه لك. تمطهاش برضه، يعني هتمط معاك جامد. كل ما تنطها تنط معاك، في ناس بتاخد سنين وفي ناس بتبطل وتزهق في النص، فانت كل ما ضغطت نفسك كل ما افضل. تمام. ازاي الشخص يوازن بين تحضير المعادله وبين الالتزامات التانية زي سواء شغل او دراسه؟ هي مش هتبقى موازنه قوي، هو انت هتيجي على حاجه عشان حاجه، تاني فاختار الوقت اللي انت تقدر تيجي فيه على حاجه مش مهمه قوي بالنسبه لك. يعني كمثال مثلا اثناء السنه انت ممكن تضحي بان انت تغيب شويه من الراوندات. يعني ممكن مثلا تحاول تستغل اي وقت فاضي بالنسبه لك، تقوي عدد المذاكره عندك، تذاكر ساعات زياده، تستغل الاجازات، اي اجازه استغلها في التحضير، وخصوصا الفيرست باس اللي هو اول مره بتعدي على المنهج، مش لازم تكون كوندنسد قوي وممكن تكون في فترات متفرقه شويه، تمام. فاستغل كل اجازه انت تقدر، الويك اندز، اي حاجه تستغلها بان انت تسمع. يعني ثبت مينيمم اماونت في اليوم، حصه مثلا، الايام اللي انت فاضي فيها زود. تمام. هل في مصادر مجانيه تنصح بيها
تكون مجانيه للناس اللي وضعهم المادي مش احسن حاجه كميزانيه يعني. هي ما الفكره ان تساعدش. طريق المعادله الامريكيه عامه مكلف هو ده جدا، السؤال اللي جاي بقى، او ودي النقطه بتبقى اللي مشكله. جايه. والفكره الريسورسز الفري يعني بتكون بس مش منظمه شويه، بس انت لو عندك استعداد تتعب شويه في ريسورسز فري حلوه جدا. ممكن نبقى نليست شويه منهم تحت هنا في الوصف. الديسكربشن كده. وانا هقول لك مثلا كمثال، عندك قناه اسمها ديرتي ميديسن كويسه. في الستاتستكس قناه اسمها بتاعت اسمه دكتور راندي نيل، ده بيشرح ستاتستكس حلو جدا. لو تسمعوا الستاتستكس مش هتحتاج حد تاني في النقطه بتاع الستاتستكس دي. في بقى فيديوهات بورد اند بيوند، بس دي مدفوعه. في الفيديوز معظمها اللي الناس بتذاكر منها مدفوعه. تمام، يعني انت قصدك تقول ان لو يعني ده حاجه ممكنه ان الواحد يكون مجاني، بس هيتعب في ان في سورس كتير بقى وممكن يتشتت ما وفي بين ناس بتحل يورد على طول، اشتراك اليورد ما بيبقى كافي بالنسبه لها. بس هتعاني انت شويه الاول مع اليورد على ما تفهم طريقه المذاكره منه، وعلى ما تفهم الاكسبلانيشن وتعرف تقراها. انا فاكر ان انا اول ما بدات كان اكسبلانيشن واحد ممكن اقعد فيه اكتر من 3 ساعات، كنت ممكن اقعد اليوم كله في 4 5 اسئله. وبعد ما تتعود. بعد ما تتعود انت هتحل بالبلوك والاثنين والثلاثه في اليوم، انت اصلا خلاص المعلومه هي في حته برضو انا كنت قايلها في كذا فيديو عندي في القناه، اللي هو انت مع الوقت بتبدا تقرا بسرعه وبتبدا تفهم الكيوردز بتاعت السؤال. فانت بتقرا السؤال بسرعه، عينك بتيجي على الكيوردز على طول وتحل. وبعد كده انت عارف مثلا لو غلطت في السؤال ده هتقرا الاكسبلانيشن كامل. لو حليت السؤال صح والاديوكيشنال اوبجيكتيف اللي تحت مطلع لك مثلا ان انت الثوت بروسيس بتاعتك، او ان انت فعلا عارف المعلومه او عارف الكونسيبت، ما تقراش الاكسبلانيشن كله، ما تضيعش وقت. طب دكتور ابراهيم، دلوقتي يعني مثلا انا على بركه الله مثلا قررت اني ابدا في المعادله. تمام. اول حاجه عايزك تقول لي مثلا بشكل عام نظرتك ايه، يعني ايه احنا قلنا الفيرست ايد دي عباره عن ريفيوز اخر حاجه مثلا، او وانا بذاكر وابقى ارجع لها. ايه المصادر او الكتب اللي بتنصح فيها ككتب نجيبها مثلا عشان ابدا احضر مثلا كتب معينه؟ المصادر هو مصدر واحد بس، هو الفيرست ايد اللي هتراجع منه. ماشي. بس المصادر اللي هتختلف بقى من الفيرست ايد عن غيره هو المصدر اللي انت هتذاكر منه او هتسمع منه، لان الفيرست ايد زي ما قلنا ايه مختصر قوي، فبيبقى صعب تفهم منه دايركت. تمام. انت حاجه من الاثنين، يا هتحل يورد وتزود الحاجات الزياده او اللي انت عايز تزودها في الفيرست ايد، بحيث ان انت لما تيجي تراجع في الفيرست ايد انت عندك فوتو ميموري للحاجه. يعني هقول لك انا في اسئله كتير في الامتحان بجاوبها ايه، انا فاكر مكان المعلومه في الصفحه من كتر ما عدت عليها عيني. فانت لو عملت يعني ذاكرت من مصادر كتير، الفوتو ميموري مش هتبقى عندك كويسه. اقول لك على حاجه، انا ذاكرت الاول من مصادر تانية او من كتب تانية تبع الكورس اللي كنت باخده، واضطريت في الاخر ان انا اخد كل النوتس انقلها للفيرست ايد، لان انت لما تيجي تراجع هتلاقي الفيرست ايد هو افضل حاجه تراجع منها. فخلي مذاكرتك من الاول في الفيرست ايد. تمام. وعلى جنب بقى دايما ايه تزود النوتس اللي انت عايز تزودها على قد ما تقدر. يعني دايما هتلاقي الفيرست ايد بتاع اي حد معدي ستيب 1 منقوش كده، اللي هو ايه دايما في معلومات في كل حته فاضيه في الكتاب، طيب بحيث ان انت تسهل لنفسك ان انت تفتكر المعلومه على قد ما تقدر. بس زي ما بقول لك كده حاول تقلل المصادر. ما في ناس مثلا بتبدا بفيديوز كابلان والكتب كابلان، كتب كابلان دي مثلا 9 كتب ولا 10 كتب، مش هتخلصهم، مش هتخلص الامتحان اصلا. والفكره ان هو حط في دماغك دايما ان ده مش امتحان دكتوراه، ده امتحان مزاوله مهنه. طالب طب في تانية طب في امريكا بيمتحن، فهو مش مطلوب منه يكون محضر دكتوراه، يعني هو مطلوب منه ان هو يكون بيعرف يحل الاسئله، عنده السكيل بتاع ان انت تقرا بسرعه وتفهم الكي كونسبت او الكي ووردز بتاع السؤال اللي هتخليك تحل السؤال نفسه. وطالما المعلومه عندك في دماغك انت مش محتاج بقى تذاكر كتب كتير قوي. يعني الناس كلها هو في معادله كده عامه معروفه في في المصادر بتاعت المذاكره، اللي هو انت الفيرست ايد، اليو وورلد، باثوما، وسكتش، دول تقريبا اهم 4 مصادر. طب بالنسبه لليورد تاني تمام. بس، هل ده كافي لو حد يعني عايز يفهم الطب كطب؟ المفترض انك تذاكر. هل مذاكره اليورد دي هتكون كافي انك تكون فاهم الطب، هي بتفهمك كتير قوي. يعني اليو وورلد عباره ولا عن هي ايه؟ بس بتمشيك للامتحان؟ هو اليو وورلد، لا اليو وورلد طريقه تفكير. اليو وورلد بيظبط طريقه تفكيرك على ان انت تشوف كيسز. انت الفكره ان العيان بيخش لك كلغز وكسيستم معقد، كهول بادي، مش كماده انت بتمتحنها. انت بيخش لك انسان بمشاكل في كذا سيستم، وهتفكر في كذا سيستم في نفس الوقت. يعني هتفكر ان انت تشخص بالباثولوجي، هتفكر في العلاج في الفارماكولوجي،
هتفكر في مثلا لو الموضوع ده كونجينيتال او حاجه جينيتك، تمام، ايه الجينات المسؤوله عنه، ايه لو مثلا في المرض ده وراه انزيم ناقص. يعني انت هتعدي بمخك في السؤال بتاع اليورد نفسه على كذا سيستم. طب انت يعني الخطوه دي تنصح بيها ان حد يعني يمسك في اليورد ويمشي بيه؟ اليورد هو عباره عن يعني الناس واخده الليتست ابديتس في الميديسن وعاملينها بشكل اسئله، تمام، والاكسبلانيشن بتاعهم حلو جدا ان انت تفهم منه طب. فمذاكره اليورد في حد ذاتها اصلا مفيده ليك بشكل عام كدكتور يعني. وانت كده كده هتحتاجه، سواء انت بدأت بيه او هتخلص بيه. يعني انت لو ايوه، ما هتذاكر في الطبيعي عادي بالظبط، هتخلصه وتروح 100% لازم هتذاكر اللي هتعدي على اه اليورد عشان تمتحن ستيب 1. تمام ماشي. النقطة الرابعة كتجربة تقديم الامتحان، بما انك انت يعني عديت اللهم بارك يعني وربنا يسددك وتكمل ستيب 1، مم. فاحنا عايزين بقى ناخد منك كتجربة تقديم الامتحان نفسها. نبدأ من التكلفة. والتكلفة من حددش، يعني عايزين كصورة عامة كاليوزمل كلها تمام. ممكن تكلف رينج كام تقريبا، ونتكلم شوية سبيسيفيك عن الستيب، او لو في كورسات بتكون مثلا مكلفة كذا او الكتب والى اخره. هي عامة برضو التكلفة بتفاري، يعني ايه، بتختلف من هو شخص ده اكيد لشخص. طبعا. اه بالظبط، بس في حاجات ثابتة اللي هي ايه، الامتحانات نفسها. الامتحان مثلا ب 1100. الابلكيشن نفسه اللي هتعمله على الاي سي في ام جي عشان تسجل هتدفع حوالي $160. تمام، فانت عندك 3 ستيب بحوالي $3300، او ماشي 3000 3400. ونص ماشي. اه قول 3000 ونص. وعندك اشتراك مثلا يورد، لو هتشترك يورد انا اشتركت سنة ب $500. تمام. عندك برضو الحاجات التانية، الريسورسز التانية تشتريها فدي هتزود. الكتب لو هتشتريها دي هتزود. لو هتشترك في كورس بيتراوح سعره من 200 $300. تمام. لو هتجيب اجهزة فدي تساعدك بتقاد. كايباد او حاجة. ممكن برضو، بس دي حاجة تانية، حاجة يمكن الاستغناء عنها اه يعني دي حاجة. رفاهية اه شوية. بالظبط. بالظبط لكن ماشي. اللي احنا بنتكلم في الاساسيات. عندك بقى بعد كده بعد ما تخلص الستبس، هي ما بتحسبش كده قوي لان ستيب 3 لازم سفريه امريكا. فانت هتحط على الكلام ده التذكره ذهاب وعوده لامريكا، والالكتيف. ال $180 بتوع الفيزا، ان انت تطلع فيزا اصلا. وده لو طلعتها من اول مره، ممكن تقدم مره واثنين وثلاثه وما تتقبلش في الفيزا. ما تقبلش فالتكلفه، لسبب معين ولا لا الفيزا قصه تانية ممكن نبقى نعمل عنها بودكاست بودكاست لوحده الحقيقه، لوحدها؟ لان الفيزا في مم. امريكا ملهاش محددات واضحه، الدنيا سايحه يعني مش مفهومه شويه. بس هي الفكره كلها ان الفيزا دي تعتبر رزق قوي يعني. لو انت ربنا رزقك بالفيزا هتاخدها بسهوله. ممكن في ناس كتير ما بتعرفش تاخدها بسهوله وبيبقى الموضوع بالنسبه لها كومبليكيتد شويه. بس عامه الباثوي كله على كلام معظم الناس بيكلف من 15 ل 20 الف دولار. ده في البيست كيس سيناريو اللي هو ايه، انت ما رحتش ريسيرش مثلا سنه على حسابك، لان كل ما انت بتطول في البريبريشن او في الفتره على ما تماتش، كله ده دولار، كل ده تصرف كل فيه ده كل ده على حسابك. وطبعا العيشه في امريكا غاليه شويه. يعني كمثال السفريه 3 شهور ممكن بالظبط. تكلفك من 6000 ل $8000. ده لو انت يعني يا دوب ده اكل الحد وشرب الادنى وسكن يعني. حد ادنى. اه تمام ماشي. إيه الامتحان بيكون اونلاين ولا ايه؟ يعني بيكون اونلاين ولا في مراكز معينه ولا؟ لا الامتحان بيكون في مراكز معتمده اللي هو البرومتريك مثلا. في مركز معتمد مثلا الامتحانات في اسكندريه اللي هو برومتريك بتاع اسكندريه، وفي البرومتريك في القاهره، فهم مركزين امتحانين في مصر هنا. واي عاصمه عامه هتلاقي فيها مركز امتحان لليو اس بي دي وللاختبارات دي. تمام. طب هل في فرق بين تقديم الامتحان في بره امريكا وداخلها يعني؟ لا انت تسجل على نفس الموقع تقريبا، بس الفكره في الفيريفيكيشن بس بتختلف. انت بتدخل لهم الجامعه اللي انت فيها وهم بيتواصلوا مع الجامعه بايميل، والجامعه لازم ترد عليهم بان الطالب دوت مسجل عندنا وان هو فعلا طالب في كليه الطب مثلا. فانت بتروح لشؤون الطلاب عندك تقول لهم انا والله سجلت الاختبار اليو اس ام لي، تمام، وهيجي لكم ايميل وانا اسمي كذا كذا. ولو جالكم الايميل بردوا ان انا ايه طالب مقيد عندكم مثلا في الجامعه. في جامعات بتطلب منك ان انت عشان تعمل كده تجيب لهم شهاده قيد من الجامعه ذات نفسها. فانا كنت بجيب شهاده القيد دي من الشؤون واطلع بيها لسكرتاريه العميد مثلا عندنا هنا في كليه الطب، اقول لهم ان انا داخل مسجل في الامتحان. وهي بتاخد الورقه بحيث انها هي برضه مش هتفتكر الاسم. فالورقه دي كاثبات يعني، اول ما بيجي لهم الايميل بيردوا عليه. ساعتها الهيئه بتفيريفاي ان انت طالب طب، فيقدروا ايه يسمحوا لك بان انت تقدم امتحان. ده الامتحان. تمام. بالظبط. يعني انت في الاول هتقدم طلب، هو ده السؤال الجاي اصلا. اه ازاي الطبيب يسجل الامتحان وايه الاجراءات المطلوبه؟ ما هو انت زي ما قلت لك كده، انت بتخش تسجل عادي خالص على الموقع. تمام. وبعد كده هم بيقولوا لك حدد كليتك عشان هم يتواصلوا معاها ويعملوا فيريفيكيشن لايه شخصيتك. وبترفع طبعا الباسبور بتاعك، لازم يكون عندك باسبور. تمام. بيتكمل معاهم بقى في كل الاوثنتيكيشنز اللي هم بيطلبوها.
وبتعمل مقابله على موقع كده اللي هو النوتري كام. بتعمل مقابله بيكلمك فيها فيديو كول كمان عشان يتاكد من شخصيتك وانك شخص حقيقي، او مش حد تاني بيقدم لك، انت بنفسك اللي بتقدم في الاختبار ده. فبيعمل معاك فيديو كول بيقول لك انت كذا كذا، تقر بان انت سجلت الامتحان دوت بمزاجك 100%. تحس اللي هو ايه، انت يعني اللي هو كانك داخل تعمل عمليه مش هت زي بيمضيك يعني، حاجه زي اه كده في يعني. اصلا فعلا ورقه تمضيها وهتنزلها اللي هي فورم 186. بعد ما تخلص النوتري كام ميتنج. انا كنت عامل برضو فيديو كامل عن النوتري كام ميتنج وازاي تخش الميتنج وهتقول فيه ايه بالظبط. يعني هن ماشي تمام، يعني اللي عايز يعرف اكتر ممكن يرجع يتفرج اه على هتلاقي الفيديو. الفيديو برضو هنحطه هنا تمام. او في الوصف تحت. ايه النصائح اللي ممكن الواحد تساعده في يوم الامتحان او فتره ما قبل الامتحان؟ دي حاجه كبيره قوي. اول حاجه الديديكيتد بيريود زي ما قلنا ان انت بتفضي نفسك للمعادله فقط لا غير من 3 ل 5 شهور على حسب مستواك. 3 ل 5 شهور دول انت ما ده ما عندكش في قبل الامتحان. حياتك. قبل الامتحان ما عندكش في حياتك غير اليوسم ستيب 1. تصحى من النوم تحل لحد ما تنام. هو معلش، هو انا بكون محدد من امتى ان يكون امتحاني بعد 5 شهور؟ ما تحددش امتحانك الا بعد ما تمتحن اول MBME. وبيكون التحديد يعني على المدى البعيد، يعني هم لما انا عايز اقدم. انت عامه انا فهمت انت عايز توصل لايه. يعني نجيب من الاول. انت بتحدد حاجه اسمها الكتيفيتي بيريود، الفتره اللي انت هتخش فيها الامتحان. يعني من يوم ما انت بتحدد الاكتيفيتي بيريود بتحدد 3 شهور. ماشي كم. ويمكن تمديدها مره اخرى. يعني كمثال مثلا انت قدمت على الاكتيفيتي بيريود شهر 1 2 و3 وما قدرتش تخش الامتحان، فليك طبعا بتدفع فلوس عشان كنت اقول تزود شهور انت كمان. هتكون دافع لما تحدد، هتكون دفعت الفلوس الامتحان ال 1000 دولار دي. بتكون دفعت فعلا فلوس الامتحان وبتحدد الثلاث شهور. وخلال الثلاث شهور دول انت بتحدد يوم هتدخل فيه. لو ما وليك سماح ان انت تمدد الاكتيفيتي بيريود دي مره كمان من دون ما يكلفوا، بس هتدفع. لا بتكلفه. تمام. بتكلفه معينه انا مش متذكرها حاليا، بس بتكلفه معينه بتزودها. بتمدد الاكتيفيتي بيريود بتاعتك تاني. لو ما دخلتش الامتحان خلاص بقى كده فلوس الاستيب بتروح عليك. فانت تبقى عامل حسابك ان انت في ظرف 6 شهور هتخش الامتحان خلاص طيب. بشكل اكيد يعني. طيب، هل الطلب لما تقدمه بياخد وقت اما لو الكليه تبعت ترد؟ يعني الموضوع ده بياخد من شهر لشهرين. فاعمل حسابك ان انت برضو تبدا بدري. ما انا بقول لك هي لونج تيرم جورني. انت اعمل حسابك دي ان المعادله الامريكيه دي رحله حياه. يعني انت خلاص انت ده عمرك هتقضيه في الرحله دي. بالنسبه لعدد الاسئله او الامتحان نفسه بيكون ازاي وكم بلوك؟ الامتحان نفسه بيبقى 7 بلوكات. بيبقى 8 ساعات، كل بلوك ساعه ومعاك ساعه بريك. الساعه البريك دي بيكون من ضمنها ربع ساعه توتوريال في الاول او زي تعريف كده بالامتحان. انت ممكن تعملها سكيب، هي اصلا موجوده على النت، ممكن تسمعها قبل ما تروح بحيث ان انت تعملها سكيب وتستفيد من الوقت بتاعها كبريك ليك، لان انت هتكون من ضمن تعبان في الثمان الامتحان. ساعات يعني. بالظبط. كل بلوك بيبقى حوالي 40 سؤال. 40 سؤال في ساعه. يعني كل سؤال تقريبا ممكن تحله في دقيقه ونص، دقيقتين. تمام. الساعه البريك انت ليك الحريه الكامله ان انت توزعها زي ما انت عايزها زي ما انت عايز. ممكن تاخد 5 دقايق بعد كل بلوك، وتيجي مثلا بعد البلوك الرابع تاخد ربع ساعه. دي افضل طريقه، يعني دي الطريقه اللي انا استخدمتها في امتحاني. كنت بعد كل بلوك اخد 5 دقايق بريك، وبعد كده ارجع اكمل البلوك اللي بعده عشان اخلي مخي يفصل بس طبعا البلوك اللي بيتقفل مش هيتفتح. البلوك اللي اتقفل خلاص، انت البلوك اللي خلصته ما تفتحوش تاني. بس وانت فيه ممكن تقلب الاسئله تاني عادي. عادي عادي. بس لو قفل وبتعمل خلاص. اصلا كمان لو في سؤال مش عارفه بتعمل له فلاج ماشي. بحيث ان انت ترجع له في الاخر. ودي برضو نقطه مهمه ممكن ننوه عليها، فكره ان انت لو سؤال مش عارفه. اصلا في اسئله تجريبيه في الامتحان، في حوالي 80 سؤال ما لهمش درجه وما بيتحلوش. يعني اعمل حسابك ان انت هتعمل له ريد فلاج وغالبا ممكن ما مش هيرجع تحلوش، له ممكن أصلاً. تختار الاجابه اي حاجه. بس هو بيختبر انت تتعامل ازاي تحت الضغط النفسي ان انت مش عارف الحاجه دي تعمل ايه. طيب، ده كنسبه كام هي تقريبا حوالي 80 سؤال في الامتحان او 40 سؤال، من يعني نسبه بتتغير بس يعني كل امتحان نسبه امتحان بسيطه من بتغير. الامتحان. بس ممكن يجي لك في كل بلوك مثلا 5 6 اسئله تعملهم فلاج لحد 10 اسئله في البلوك تعملهم فلاج عادي. انا كنت بعمل 10 و12 سؤال في البلوك الواحد. البلوك الواحد. ريد فلاج مثلا، واجي في اخر اخر البلوك الوقت لو باقي شويه وقت احلهم. لكن لو قعدت بقى مع سؤال يعني انت النهارده هتلاقي البلوك كله راح عليك. ما تنساش نفسك في سؤال. طيب، ازاي اتعامل مع الضغط النفسي فتره الامتحان؟ هو الضغط مني النفسي لا مفر منه، والاسبوع اللي قبل الامتحان ده هيبقى اصعب اسبوع هيعدي عليك. بس هي الفكره كلها ان انت تعمل اللي عليك، وزي ما قلت لك تراست ذا بروسيس. وانت تعبت وربنا مش هيضيع تعبك، يعني انت كله على الله بقى.
يعني قبل الامتحان ده انا مش عايز اقول لك. ولو اجلت ما تيأسش. وبرده من الحاجات المحددات الكويسه قوي الفري 120. ده امتحان انت تقدر تحجزه وتخش تمتحنه في البرومتريك في نفس المكان اللي انت تمتحن فيه الامتحان الاصلي. له فوائد كتير قوي. اول حاجه هتكسر رهبه المكان، خلاص انت دخلت المكان مره فتعودت عليه، شفت الدنيا ماشيه ازاي، هتخش هتتفتش كل حاجه بالظبط كانك داخل الامتحان 100%. بس هو بيبقى 3 بلوكات بس 3 ساعات بس. ده بيكون فين؟ بيكون في المركز نفسه، في نفس نفس المركز عادي المركز ممكن تقدم عليه؟ ونفس الجهاز اللي ممكن تمتحن عليه اصلا كمان. تمام ماشي. ده بيكون برضه فلوس؟ بيكون بفلوس زياده بس انا مش فاكر برضو، ب 150 او ب $100 حاجه زي كده. ماشي تمام. هي النقطة الخامسة، النتائج. بالنسبة للنتائج والتقييم، النتيجة بتتحدد على أساس إيه؟ وهل في درجة معينة للنجاح؟ الدرجه معينه النجاح بتختلف، يعني في حاجه اسمها، هما بيحسبوا برسم بياني معين. الناس اللي دخلت الامتحان جابت متوسط سكور كام، فلو انت اعلى من المتوسط انت ناجح، لو انت اقل من المتوسط السكور. يعني مفيش حاجة ثابتة؟ يعني مش درجه نجاح مش ثابته، بس في السيف زون هو بيقول لك مثلا من 190 ل 200. ما فوق ال 200 يعني انت تقريبا ناجح في 3 ديجيت سكور. هو كل سؤال بدرجة؟ لا، الاسئله على حسب، يعني توزيع الدرجات في الاسئله على حسب السؤال ده الناس التانية جاوبته ايه. لو سؤال سهل برضه يعني برضه وكل حاجة الناس نسبية، جاوبته صح وانت مش جاوبته هيكون عادي. غلط، هيبقى يعني هيأثر على السكور بتاعك اكتر نعم من فهمت لو عليك. سؤال صعب ومحدش جاوبه خالص وانت جاوبته صح، هيبقى درجته قليله اصلا. لو يعني لو حد كان بيقدم ورسب في ستيب معين، ايه اللي ممكن يحصل؟ بص، هو عامه الفيلير بيبقى ريد فلاج في السي في. اي فيلير اتمت بتبقى مشكله بالنسبه لك، بس انت ممكن تتغلب عليها بقى، يعني على حسب ما الناس بتقول يعني. بان انت بقى ايه، تعمل يوز كلينيكال اكسبيرينس وتصرف وقت اكبر شويه في الريسيرش وتقوي السي في بتاعك وتروح تشتغل في كذا مكان وتاخد شهادات خبره. يعني انت بتحاول تتحايل على الموضوع يعني على قد ما تقدر. بس الفيلد اتمت بتبقى ريد فلاج وحش جدا في السي في. يعني حاول على قد ما تقدر ما تخشش الامتحان لو انت جاهز. هو لو حد حصل معاه كده مش ممكن يعيد تاني؟ بتعيده تاني بس بيبقى زي ما بقول لك ريد فلاج في السي في. هتفضل موجودة يعني؟ بتفضل عندهم متسجله ان انت فيلد اتمت. ماشي تمام. ايه الدرجات اللي بتكون مقبولة للتخصصات المختلفة؟ هو عامة بالنسبة لك انت كاي ام جي، لو هنتكلم عن انترنال ميديسن فانت بتتكلم في 240 بلس، 240 وانت طالع، 240. عشان يكون الموضوع بالنسبة لك اسهل. لو انت عايز تخصصات كومبيتيتيف او تخصصات سيرجيكال شوية، فانت لازم تعدل 260. 260 مم. 260 بلس. تمام. كل ما كان سكورك اعلى وبتارجت تخصص اقل من السكور ده شوية، كل ما كان وضعك اريح في الماتش. يعني مثلا سي انا جايب 260 ومقدم انترنال ميديسن، انا كده ضامن انترنال ميديسن. تمام. ايه اكتر حاجة عليها كومبيتيتيف؟ سيرجيكال، اي حاجة سيرجيكال. تخصصات زي مثلا اي سيرجري، جنرال سيرجري، كارديو ثوراسيك سيرجري، اي سيرجري، لان السيرجري طبعا السالري النيورو بتاعها سيرجري عالي. والنيورو ده سيرجري يعني اكيد طبعا. ده معدي الاي سي يو من الحاجات اللي عاليه جدا في العناية امريكا. برضه؟ التخصصات بقى اللي هي القليله اللي انت ممكن تاخدها، الباثولوجي، الانترنال ميديسن، السايكايتري، الفاميلي ميديسن، دي تخصصات ايه يعني في انت تقدر الهادي تخش، يعني. تقدر تدخلها بسهوله. والامريكان بيحددوا على حسب حاجتين. اي تخصص فيه سالري عالي وكواليتي اوف لايف حلوه هتلاقيه عليكم عليه ماشي. كومبيتيشن رهيبه، زي الانترفنشنال راديولوجي، توب من اكتر التخصصات مثلا اللي عليها كومبيتيتيف. النيورو سيرجري. هو موضوع الفلوس ده بيكون مرتبط ازاي؟ انت خدت التخصص، فهل بين كل تخصص التاني بيفرق من حيث القبض في يعني؟ انت ممكن تدخل تكتب دكتور سالري ان ذا يو اس على حسب التخصص مثلا، وتشوف هتلاقي مثلا اقل سالري بتاع البيدياتريكس. هيبقى بكام مثلا ده يعني؟ يعني مثلا ممكن بيدياتريك، انا يعني او الموضوع بيتغير. هو الرينج الطبيعي يعني لاي حد بيتخصص في امريكا يكون بياخد في السنه كام؟ هو انت اصلا كده كده راتبك في امريكا كدكتور اعلى من متوسط الرواتب العامه للشعب. يعني انت عندك الناس اصلا متوسط الراتب في امريكا مثلا $60,000 في السنه ل 70 80. تمام. انت راتبك كدكتور بيبدا من 150 مثلا، بيدياتريك اللي هو اقل حاجه، او 200. انترنال ميديسن واعلى انا كنت بسمع في مثلا حاجات 600. نيورو سيرجري، ده نيورو سيرجري، هو في الاورثوبيديك سيرجري. ده كبدايه وانت في لا التخصص لا لا، ولا مش ما بعد كبدايه، التخصص؟ مش كبدايه خالص، لا. انت في الاول يعني اصلا ايه الفرق ما لما بين بتبقى ريزيدنت راتبك $5,000 في الشهر، يعني $60,000 مثلا في السنه او حاجه ايا زي كان كده. هو ايه التخصص؟ ايا كان هو اي تخصص، تتكلم لما تبقى اتندنج فيزيشن. اتندنج فيزيشن دي اللي تمام. هو خلاص انت بقيت زي انت استشاري كده. متخصص استشاري هناك. بالظبط. ولو بورد سيرتيفايد برضه بتعلى اكتر. تمام. هل في طريقه لتحسين النتيجه لو الواحد ما جابش نتيجه يعني عاليه؟ ستيب 2 طبعا. هي مش تحسين نتيجه، انت بتحسن بقى السي في بتاعك عشان تاخد التخصص اللي انت عايزه.
هتخلي نفسك هتعوض بقى ان الدرجه بتاعتك قليله او السكور بتاعك قليل، بان انت تعمل ريسيرش اكتر، تعمل يو اس كلينيكال اكسبيرينس اكتر، تاخد ليترز اوف ريكومنديشن قويه، تعمل كونكشنز حلوه. بص، هو يعني اهم حاجه تقوي السي في من الاخر. بالظبط، هو اهم حاجه في المعادله ايه او في الماتش، على حسب الاكسبيرينس بتاعت الناس يعني. اول حاجه السكور، بعدها على طول بعدها على طول اليو اس كلينيكال اكسبيرينس والال او ارز، بعد كده الكونكشنز، بعد كده يجي الريسيرش. طيب، هو الحديث يطول جدا، احنا مش عايزين برضه نطول على الناس. ممكن هو الموضوع مش هيخلص في يعني مش هيخلص في مره واحده. في جلسة واحدة. ممكن نعمل كمان جزء تاني، يعني نخلي ده جزء أول مثلا ونعمل كمان جزء تاني. ولو أي حد عنده أي أسئلة ممكن يكتبها في الكومنتات، نجاوب عليها الجزء التاني إن شاء الله. ان شاء الله الجزء الثاني يبقى على قناتك. يا رب تمام، عشان انا إن لازم شاء الله. ادخلك اليوتيوب إن شاء الله، يا باذن الله. ربنا انتظر يسهل الجزء تكون الثاني على يعني. قناه دكتور عباد إن شاء الله يا رب تكون كبداية يعني مبارك. ان شاء الله. ونورتنا في قناتك يا دكتور. حبيبي، الله يخليك حبيبي عباد. يلا، ما تنساش سبسكرايب وتفعل الزر. فعل الجرس، سبسكرايب، واخبط اللايك المتين. ايوه واسمع. لو ما عجبكش اقعد منه ما عجبكش. ايوه بالظبط كده.